طبعا حضراتكم انتوا شايفين الشغل بتاع النهارده اللي في شارع الهواري المتفرع من طريق شبين الكوم اللي هو شارعنا اساسا، ومعايا الباشمهندس طارق الصعيدي المقاول المسؤول عن كل هذا كله. فعايزين حضرتك تطمن سكان اللي هم خلف سور المواشي اللي بيترمي التراب قدامهم، موجود دلوقتي تراب كتير جدا جدا، وده هيروح هناك برضه. وعايزين نشوف مصير الحاجه دي، هتتناها موجوده ولا بعد قد ايه تبتدي؟ لا، هتتشال بتروح مقالب عموميه. تمام، هتتشال بتروح مقالب عموميه. طيب بس احنا بنحط في المكان ده منه مكان واسع شويه، فياخد شويه الكسر، وعلى ما نخلص وهنجيب عربيات نقل ونشيل، لان بيروح مقالب عموميه. تمام. يعني بيستغرق قد ايه على ما بنشيله من المكان ده عشان ما يبقاش يعني اقل من 15 يوم يعني. اقل من 18 يوم يكون ان شاء الله حضرتك باذن الله شلتوا ده كله وديتوه في الاماكن باذن الله. احنا كده بنطمنكم وبنطمن اهالينا اللي هم السكان الموجودين بيوتهم خلف سور المواشي. يا جماعه اطمنوا 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 انكم بتكلموني. الباشمهندس طارق الصعيدي مشكورا بيقول 18 يوم وهتبقى كل ده منشال ان شاء الله، وكل الشوارع باذن الله بعد كده هتتسفل. وبنشكر السيد اللواء وحيد الحضر رئيس مجلس مدينه بركة السبع على مجهوداته وعلى الناس اللي معاه، وايضا الباشمهندس طارق الصعيدي وايضا الناس اللي شغالين معاه اللي بيبذلوا جهد ضخم 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 ضخم. شكرا ليك، شاكرين جدا، شكرا.